بظل الأحداث الأخيرة اللي قاعدة تصير بقطاع غزة والحرب الدايرة بين المقاومين وكيان الاحتلال، رجع طفى على السطح مصطلح دائما ما كنا نسمع فيه، اللي هو معاداة السامية. التهمة اللي ممكن تعرضك بالدول الأوروبية لغرامة كبيرة وسجن لعدة سنوات، أو حتى طردك من عملك أو طردك من جامعتك إذا كنت طالب، أو حتى سحب الجنسية منك. إيش هذا المصطلح اللي يرتبط بكل شخص يقف مع فلسطين ضد كيان الاحتلال؟ بداية الساميون هم الشعوب اللي ترجع بالأصل لسام ابن نوح عليه السلام، مثل العرب والكنعانيين والعبرانيين. لكن معاداة السامية ما تعني معاداة هاي الشعوب، بل تعني التمييز العرقي والديني ضد اليهود. يعني تم حصر العرق السامي باليهود فقط، مع انه نحن العرب نعتبر من الشعوب السامية، الا اننا نتهم بمعاداة السامية. وهذا المصطلح تم تسييسه واستخدامه من قبل كيان الاحتلال لإسكات كل من يعادي الكيان. يعني اذا ما اعترفت بشرعية الكيان فانت معادي للسامية، واذا ما اعترفت بحق الكيان بهاي الارض وقلت عنه انه